اي واحده داخله تولد عندها اكتئاب. انا نفسي عشت تجربه الاكتئاب دي وكانت شديده شويه، وده بسبب التجارب السلبيه الكتير اللي احنا بنسمع عنها. انا بسبب كتر التجارب السلبيه اللي سمعتها قلت للدكتور بتاعي انا عايزاك تديني منوم، ومش عايزه احس باي حاجه وقت الولاده، مش عايزه اسمع صوت حد، ومش عايزه احس باي حاجه. والدكتور بتاعي رفض بسبب ان هو عايزني اشوف البيبي اول ما يطلع، وان هو اعيش حاجه تفرحني في الوقت ده. وانا كنت رافضه تماما وقلت لا، انا مش عايزه احس بوجع، مش عايزه احس بحاجه، مش عايزه احس رهبه اوضه العمليات. احنا يا جماعه بنسمع تجارب سيئه، بس كل واحده بتولد بتيجي تقولك انا ما بنامش، انا تعبانه، انا مش عارفه اخد شاور، انا مبقتش اهتم بنفسي، انا مش عارفه اعمل اي حاجه من البيبي. هي هتحكي لك كل السيء بس، بجد محدش هيحكي لك الجانب الايجابي ابدا. محدش هيجي يقول لك انا مبسوطه قوي ان انا معايا بيبي، انا مبسوطه قوي لما بشوف البيبي وبلمسه كده وبحس قد ايه معايا حاجه ملاك كده. محدش هيجي يحكي لك اي تجربه ايجابيه، كل اللي جاي يحكي لك السيء بس، جاي يخوفك. فما تسمعوش لاي حاجه من الحاجات دي. هيلاقي نفسك ان انت جايلك صاحب صغير او اخت صغيره، انت جايلك حاجه كده معاكي بقيت عمرك، واللي هو زي ما هتديله هو هتلاقيه كمان بيتفاعل معاكي. انتي بتطبطبي عليه هو هيبصلك ويضحك، انتي بترضعيه هو هتلاقيه بيلمس وشك، هتاخدي منه طاقة حب بجد مش طبيعية. حتى وهو لسه نون، يعني هم اول 45 يوم ما بيبقاش في اي تفاعل منهم، هم طول الوقت بيرضعوا بيناموا بيغيروا، بس مفيش اي تفاعل. هو مش شايفك لسه، مفيش اي حاجة، مفيش اي تواصل بينك وبينه، بس مع ذلك هو حاسس بيكي جدا. مجرد ما بيشم ريحتك، مجرد ما بيهدى، مجرد ما بتشيليه بتحسي ان هو سكت تماما. لو كان بيصرخ من العياط، هو كل اللي فارق معاه وجودك انتي. فتخيلي شخص الدنيا كلها بالنسبه له انتي بس، فانتي محتاجه طاقه حب اكتر من كده ايه؟ هتعيشي اكتئاب، يعني هتلاقي نفسك متضايقه لوحدك. دي الهرمونات على فكره، وما تستسلمي لهاش. صدقوني بجد الاستسلام للهرمونات شيء وحش جدا. في فتره الحمل الهرمونات بتكون مأثره علينا، بعد الولاده الهرمونات بتفضل مأثره علينا، فدي مش حاجه حلوه خالص ان انت تستسلمي لها. كل ما تحسي ان انت داخله في مود الاكتئاب، بصي للبيبي، حسي قد ايه هو حاجه بتحبك دونا عن الدنيا كلها. حسي قد ايه هو حاجه اول ما بيشم ريحتك بيطمن وبيهدى. حسي قد ايه هو انت بس اللي فارقه معاه من الدنيا كلها. غير كمان بقى موضوع الهرمونات، الشيطان بجد يا جماعه والله الشيطان بيبقى عايز يحسسك ان انت حياتك بقت وحشه وحياتك اتدمرت، ومش عايزك تشكري ربنا على النعمه اللي ربنا بعتها لك. مش عايزك تشكري ربنا ان انت قمتي بالسلامه انت والبيبي. دايما عايز ينسيكي ان انت تحمدي ربنا وتشكريه على الفضل اللي ربنا من عليكي بيه. عايزك بس تحسي ان انت مكتئبه وتحسي ان انت بتنقمي عن النعمه دي. انا مش قادره، انا مش عايزه ابقى ام، انا غلطت ان انا بقيت ام دلوقتي. كل الكلام ده الشيطان هو اللي بيدخله جوه دماغنا، ان احنا ننسى نحمد ربنا على النعمه اللي ربنا من علينا بيها. فعشان كده بقولك وبنبه عليكي بجد ما تستسلميش ابدا، ولا للهرمونات ولا للشيطان اللي عمال يلعب في دماغنا ويحسسنا ان احنا خلاص حياتنا اتدمرت. لا خالص، بجد انت اعتبري حياتك لسه بتبدأ دلوقتي مع صاحب جديد ليكي او مع اخت زي ما قلنا، على حسب اللي ربنا هيقومها بالسلامه ان شاء الله وتجيب بنوته او هتجيبي ولد. بجد احنا بناخد منهم يا جماعه طاقه حب مش طبيعيه. اه طبعا في تعب وفي سهر وفي قله نوم، بس كل ده انت هتلاقي نفسك بتعمليه بحب. انت غصب عنك من كتر ما انت مش مستحمله ان هو يعيط، انت عايزه تفضلي شايلاه في حضنك وعايزاه ساكت. مش مستحمله انت تشوفيه تعبان، هتفضلي طول الوقت شايله همه وبتطبطبي عليه واخداه في حضنك. هتلاقي نفسك كل حاجه بتعمليها فعلا بحب. وخاصه كمان لما ما شاء الله بيعدوا الشهر ونص وتبداي تلاقي فيه تفاعل، بتحسي ان دنيتك اختلفت تماما. انت مش عايزه حاجه من الدنيا غير ان انت تفضلي قاعده معاه، انت وهو بتلاقوا في بعض، انت وهو عمالين تلعبوا مع بعض. هتلاقي ان الوضع اختلف خالص. بجد محدش يا جماعه بيحكي لنا اي تجربه ايجابيه عدى بيها، كله بيحكي لنا السلبي بس، كله عايز يخوفنا بس. هقول لك حاجه، في اول الجواز انت قعدتي فتره عقبال ما اتعودتي ان انت مسؤوله وان انت ملزمه ببيت، وملزمه تفتحي ثلاجتك وتشوفي ايه الناقص فيها، ملزمه تفتحي المطبخ بتاعك وتشوفي ايه اللي ناقص فيه، ملزمه تعملي اكل كل يوم، في غساله عايزه تشتغل. كل الحاجات دي خدتي وقت عقبال ما اتعودتي عليها. فنفس الكلام في موضوع الخلفه، هتاخدي وقت بس مش وقت طويل خالص. هتاخدي وقت ان انت تتعودي ان في بيبي وفي مسؤوليه جديده اتحطت عليكي. بس بجد والله يا جماعه ربنا زي ما بيكلف بيعين. هو بعتلك حاجه كلفك بمسؤوليه جديده، بس هو هيعينك عليها وهيخليكي قادره. وخلينا فاكرين ان في ناس كتير بتبقى عندها ابتلاءات اكبر من كده بكتير، وربنا بيقويهم وبيعينهم. فاحنا مش هنعتبر ان الخلفه ابتلاء وان احنا حاجه دمرت حياتنا، بالعكس دي نعمه، نعمه ربنا انعم علينا بيها، تخلينا مبسوطين، هتفرق معانا في حياتنا جدا. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه،
ويكرمنا كلنا في تربيه اولادنا ويعيننا على تربيتهم ويجعلهم بارين بينا يا رب ان شاء الله، ويجعل تعبنا معاهم في تربيتهم بفايده باذن الله. عايزاكي لو اي حد حاول يتكلم معاكي ويوصلك ان انت تدخلي في تفكير عميق او يقولك اي حاجه سلبيه، كانك ما سمعتيهاش، كانك ما خدتيش منها اي كلمه، اعتبريها ان هي بتقولك حاجه انت مش ملزمه ابدا ان انت تسمعيها. هتيجي تقولك هو انت لسه شفتي حاجه؟ اقول لها اه لسه ما شفت. هو انت اول ولا اخر واحده تخلف؟ اه انا اول او اخر واحده تخلف. مفيش اي مشكله، ما تتخضيش من حاجه، ما تسمعيش من اي حد اي تجربه سلبيه كانك ما سمعتيهاش. بجد يا جماعه التعب بعد الولاده والله بتكون فتره وبتعدي، وبتعدي بسرعه جدا. ما تستسلميش للاكتئاب ابدا. عايزاكي تتبسطي بالبيبي، عايزاكي تبصي للبيبي وتلحقي تحفظي ملامحه في الوقت ده، عشان الوقت ده لو عدى وانتي سايبه نفسك للاكتئاب صدقيني بجد هتزعلي ان انتي الفتره دي عدت منك وانتي ما حسيتيش بالبيبي في الوقت ده. عايزه كل واحده ليها تجربه ايجابيه بعد الولاده، بس ايجابيه بس، تكتب لنا في الكومنتات قد ايه كنتي مبسوطه في الوقت ده. وما تنسوش اللاف الجميل بتاعكم.